مع شروق شمس يوم جديد تبدو الحركة عادية في مقديشو رغم المخاوف الأمنية التي تخيم على المدينة. يبدأ المواطنون يومهم وقد أصبح الأمن هما لا يفارقهم ومصدر قلق دائم لهم لكثرة ما يعيشونه من قلاقل أمنية. الصومال تعاني اليوم انفجارات كثيرة، الانفجارات تحدث يوم بعد يوم في شوارع مقديشو، وهذا ما يؤسفنا. الحكومة الصومالية لابد أن تحلل المشكلة الصومالية المعقدة الموجودة. مشاكلنا نحن الصوماليين بالأصل هي عدم الأمان والاستقرار، ولا يمكن حل ذلك إلا بالتعاون مع المواطنين وكسب ثقتهم، وهو ما لم يحدث. ولمواجهة هذه المخاوف الأمنية كثفت الحكومة الصومالية من جهودها. هؤلاء المتدربون جزء من مئات من أفراد الشرطة الصومالية، تعمل الحكومة على تدريبهم قبل نشرهم في بعض أحياء العاصمة لتأمينها. كما شكلت الحكومة وحدات خاصة للتدخل السريع وحماية مقار المسؤولين الحكوميين، ودربت آخرين على كيفية التعامل مع الانفجارات وجمع الأدلة من أجل تحديد طبيعتها، استراتيجية تأمل الحكومة منها أن تساهم في تحقيق الأمن. ينصب عملنا على رفع قدرات قوات الأمن، حيث شكلنا وحدات خاصة مدربة مهمتها الاقتحامات في الأماكن المشبوهة، كما شكلنا لأول مرة فرقة متفجرات بالتعاون مع دول صديقة. أملنا كبير في تجاوز العقبات الأمنية. وكانت وتيرة التفجيرات وحوادث الاغتيالات قد ارتفعت خلال الشهر الأخير من العام الماضي، معظمها وقع في الشارع الرئيسي بالعاصمة أو في المناطق التي تعد الأكثر تشديدا من حيث الإجراءات الأمنية، وهو ما جعل الحكومة تكثف من حملاتها الأمنية وتبحث عن أساليب أكثر نجاعة لتوفير الأمن والاستقرار للعاصمة. حملات أمنية واسعة تنفذها الحكومة الصومالية لمواجهة التحديات الأمنية، إلا أن الملف الأمني ما زال يستعصي على كل الجهود ويتصدر أولويات الحكومة الصومالية. عمر محمود، الجزيرة.